كلنا بنشوف تكنولوجيا جديدة كل يوم، بس في شوية اختراعات بتطلع بتكون غريبة لدرجة انك تحس ان اللي اخترعها كان بيفكر بطريقة بره الصندوق خالص. ومش كل الاختراعات الغريبة دي بتكون ناجحة، في منها بيفشل، لكن على الاقل بتخلينا نفكر في امكانيات جديدة وازاي ممكن نستغل الافكار اللي مش تقليدية دي في اننا نصنع مستقبل افضل. اهلا بيكم، يلا بينا نتعرف على اغرب الاختراعات التكنولوجية عبر التاريخ. الحذاء الكهربائي كان اختراع ظهر في فترة بدأت فيها الناس تهتم أكتر بالطاقة المتجددة، وكانت الفكرة ورا الاختراع ده إنه يحول الطاقة اللي بتطلع من خطوات الشخص وهو بيمشي لطاقة كهربائية. الاختراع ده كان ممكن يستفيد منه اللي بيحبوا رياضة الجري، لأنهم بيقدروا يولدوا كمية طاقة كافية لشحن بطارية صغيرة زي بطارية الموبايل مثلا. الجهاز اللي جوه الحذاء ده كان عبارة عن مولد صغير بيدور مع حركة الرجل، وكل خطوة كانت بتساهم في توليد شوية كهرباء. في الأول كانت التجارب مشجعة لحد لما ظهرت شوية عيوب، زي ان الحذاء كان بيكون تقيل شوية ومش مريح للمشي لمسافات طويلة، وكفاءة توليد الطاقة ما كانتش عالية كفاية. لكن مع تطور العلم الفكرة رجعت تاني بشكل اكتر كفاءة، علشان طوروا احذية رياضية فيها تكنولوجيا بتحول الحركة لبيانات صحية وطاقة علشان يشحنوا اجهزة اللياقة البدنية. وده بيخلينا نشوف ازاي الافكار الغريبة في الاول ممكن تتحول لابتكارات مفيدة مع شوية تطوير. مشكلة إن الواحد يصحى من النوم بتواجه ناس كتير، بالأخص اللي عندهم نوم عميق، وده اللي خلى المخترعين يخترعوا السرير المنبه. أيوه، سرير منبه مش المنبه العادي، وده بيعمل أكتر من إنه يطلع صوت عالي علشان تصحى، ده فعلا بيهز الشخص علشان يصحيه. السرير كان معمول بميكانيزمات بتخليه يهز أو يرفع الشخص لفوق، أو حتى يتني السرير بطريقة تخلي اللي نايم يلاقي نفسه واقع على الأرض. كان في كمان سرير بيشتغل بستوب واتش، بحيث إنك لو ما قمتش في فترة معينة السرير يبدأ يتهز جامد لحد لما تقوم. والسرير ده اتعمل مخصوص للناس اللي عندهم اضطرابات النوم او اللي بيتاخروا دايما على شغلهم بسبب انهم مش بيسمعوا صوت المنبه العادي. لكن كان في تخوفات من انه ممكن يعمل اصابات لو الشخص وقع بشكل مش متوقع، وده كان واحد من الاسباب اللي خلت الاختراع ما ينتشرش بشكل كبير. بس برضو الفكره لسه موجوده في شويه منتجات جديده بتعتمد على وسائل تانية علشان الواحد يصحى، زي استخدام نور الشمس الصناعي او موسيقى صوتها عالي بشكل تدريجي لحد برضو ما تصحى. النظارات التلفزيونية كانت فكرة سابقة لعصرها، ظهرت في الستينات لما الناس كانت بتقضي وقت طويل قدام التلفزيون في البيت. الفكرة كانت انك بدل ما تفضل قاعد في مكان واحد تتفرج على التلفزيون، تقدر تلبس النظارات دي وتشوف برامجك اللي بتحبها وانت بتتحرك في اي مكان. النظارات دي كان فيها شاشة صغيرة على العدسات، وكانت التكنولوجيا اللي مستخدمينها بدائية جدا مقارنة باللي موجودة النهاردة. والمشاكل اللي واجهت النظارات دي كانت كتير، زي ان البطارية كانت بتخلص بسرعة، وجودة الصورة كانت ضعيفة ومش مريحة للعين، ده غير ان النضارة كانت ضخمة وتقيلة ومش عملية. لكن الفكرة بتاعت النضارات اللي بتعرض صور او فيديوهات بشكل مباشر على العين اتطورت بعد كده لحد ما وصلنا لنظارات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، اللي بيوفروا تجارب تفاعلية كاملة، زي انك تلعب جيمز او تتفرج على فيلم ثلاثي الابعاد. الشمسية اللي بتنور دي بقى كانت فكرة مبتكرة للأيام اللي بتمطر، خصوصا لو المطر نازل بالليل والطريق ضلمة. الشمسية كان فيها إضاءة LED صغيرة على الحروف بتاعتها أو في اليد بتاعتها، ودي بتشتغل ببطارية صغيرة، والنور ده بيوفر إضاءة كافية علشان الشخص يشوف الطريق قدامه، وبتبقى كمان زي إشارة علشان السواقين اللي على الطريق يبقوا واخدين بالهم إن في حد ماشي قدامهم، وده بيساعد في تقليل الحوادث. وفي أنواع متطورة من الشمسيات اللي بتنور دي، بس بتيجي بأجهزة استشعار بتقيس سرعة الهواء ودرجة حرارة الجو، وبتدي تنبيهات لو في أي تغيير مفاجئ في الطقس. ودي كانت مفيدة جدا للأماكن اللي بيحصل فيها تقلبات مناخية مستمرة، لكنها ما انتشرتش علشان الناس بتميل لاستخدام الشمسيات العادية اللي بتكون أرخص وأبسط. جهاز تدريب القطط على استخدام المرحاض. الاختراع ده استهدف الناس اللي بتحب القطط اللي كانوا بيدوروا على بديل علشان ينظفوا الليتر بوكس، واخيرا حصل الاختراع ده. الجهاز كان بيتكون من شوية حلقات بلاستيك بتتحط على قاعدة التويلت، وبتفضل تشيل الحلقات واحدة واحدة لحد لما القطة تتعود على استخدام التويلت العادي. والفكرة ورا الاختراع ده كانت علشان يبقى فيه بديل صحي اكتر، وكمان علشان تقلل من تكلفة الرمل. لكن في الحقيقة كان الموضوع اصعب بكتير من مجرد تدريب بسيط، علشان القطط طبيعتها بتخاف من المية ومش بترتاح لما تغير في بيئتها. وفي شوية ناس عندهم قطط نجحوا في تدريب حيواناتهم، لكن اغلب الناس قررت ترجع للطريقة التقليدية لان التغيير كان بياخد وقت طويل جدا.
الخوذة المكيفة كانت فكرة ابتكارية للناس اللي بيشتغلوا في الأماكن اللي الجو فيها حر، زي عمال البنا مثلا أو اللي بيشتغلوا في مواقع صحراوية. الخوذة كان فيها نظام تبريد داخلي بيستخدم مراوح صغيرة علشان يقلل درجة الحرارة اللي على الراس، وده كان بيحسن من تركيز العمال وبيقلل من الإحساس بالتعب والزهق اللي بيبقوا فيه. ما هو مش هيبقى شغل عتالة وحر كمان. لكن الخوذة دي كان ليها عيوب، زي إنها كانت تقيلة شوية وكان لازم تكون متوصلة بمصدر طاقة، ده غير إن سعرها كان غالي مقارنة بالخوذة العادية. ومع الوقت ظهرت بدائل أكتر فعالية زي الهدوم اللي فيها مبرد أو الأنظمة اللي بتستخدم المية علشان تبرد الجسم. الغسالة المحمولة كانت عبارة عن جهاز صغير بيقدر يغسل كمية قليلة من الهدوم في أي مكان، وكانت بتشتغل بالكهرباء أو بشكل يدوي عن طريق لف الجهاز بإيدك، وكانت مفيدة جدا للناس اللي بيسافروا كتير أو اللي ساكنين في أماكن ضيقة زي السكن الجامعي. ورغم إن الفكرة كانت عملية، لكن كفاءة التنظيف ما كانتش زي الغسالات العادية، وكانت بتاخد وقت أطول في تنظيف الهدوم. ودلوقتي في إصدارات جديدة متطورة أكتر بتعتمد على تقنية الفقاعات علشان تنظف أسرع وأحسن. في حاجات كتير شفناها اتعملت علشان تساعد الناس على انهم يخسوا بطريقة عملية، بس فجأة ظهر اختراع الشوكة المخصصة للدايت. الفكرة ورا الشوكة دي ان فيها حساس بيقيس سرعة الاكل وكمية اللقيمات اللي بياكلها الشخص، ولو الاكل كان بسرعة اكتر من الطبيعي او الكميات اكبر من اللي المفروض تتاكل، الشوكة بتطلع صوت تنبيه، وكمان بتنور علشان لو عملت فيها مش سامع تشوف. والهدف من الاختراع ده كان علشان يساعدوا الناس على انهم ياكلوا الاكل ببطء اكتر، لان ده بيساعد في تحسين عملية الهضم وبيخلي الانسان يحس بالشبع بسرعة اكبر. لكن بالرغم من ان الفكرة كانت جديدة ومختلفة، الا ان الناس ما حبتش فكرة ان الشوكة تنبههم كل شوية، ده غير انك لما تفضل تستخدم الشوكة دي على طول كان بيخلي الناس تحرج لو كانت قاعدة مع ناس تانية على السفرة. ظهر اختراع الراديو اللي بيشتغل بالطاقة الشمسية في وقت كان فيه احتياج لحلول بديلة لتوليد الطاقة في الأماكن النائية، خصوصا في الأماكن الريفية أو في حالات الطوارئ. والفكرة هنا كانت إن الراديو يكون فيه ألواح شمسية صغيرة بتجمع ضوء الشمس وتحوله لطاقة علشان تشغل الراديو من غير ما يحتاجوا لبطاريات أو توصيلات كهربائية. الراديو اللي بالطاقة الشمسية كانوا بيستخدموه في حملات توعية أو في مناطق الكوارث علشان يبقى فيه وسيلة تواصل للمعلومات المهمة. ومع ذلك الانتشار كان محدود علشان التكنولوجيا كانت بدائية شوية، والألواح الشمسية ما كانتش على طول كفاية علشان يشحنوا الراديو في الأيام اللي الشمس مش طالعة فيها. لكن الفكرة أثرت على تطوير تقنيات تانية زي الباور بانك اللي شغال بالطاقة الشمسية اللي بقت بتستخدم بشكل واسع النهاردة. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.